من النهارده هتعملي طحينه في البيت، ما عدتيش هتشتريها تاني من بره. هنعمل الطحينه النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه، هتعجبكم جدا صدقوني. موفره جدا وحلوه قوي ونضيفه واحلى من بره بكتير. هنا معايا ربع كيلو سمسم اللي هو المتحمص، انا بحب اجيب نصه متحمص ونصه ابيض. عايزه تجيبيه كله متحمص عادي. وهنا معايا سوداني ب10 جنيه، سوداني مش كتير يعني. ومعايا زيت حسب ما نشوف هياخد قد ايه، ومعلقتين من الدقيق. هنا السمسم انا نقيته كويس جدا، ولو في اي طوبه لو في اي حاجه نقيته كويس جدا. دوت ربع كيلو سمسم. عايزه تضعفي الكميه نص كيلو، براحتك. انت دلوقتي هتشوفي الربع كيلو عمله قد ايه. هنا معايا طاسه على النار. لازم هو طبعا السمسم متحمص. لو انت جايباه مش متحمص هتحمصيه طبعا، انما دوت ايه انا محمصاه. فدوت لازم احطه على النار عشان اطلع الرطوبه منه، هو والفول السوداني. هنا حطيت السمسم والفول السوداني، وحطيت معلقتين من الدقيق، بس ما ظهروش معايا في الفيديو، تقريبا اتقطعوا يعني. المصانع بتحط دقيق، ما تكتريش الدقيق عشان تحسي بطعمها. في نفس الوقت لازم تحطي الدقيق عشان تبقى معاكي مش طعمها سمسم عبارة عن سمسم بس. لا، لازم تحطي حبة من الدقيق، معلقتين او 3 من الدقيق. هنا معايا الزيت، بتضربيها كويس جدا 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 عشان بتبقى خشنة. انا هنا ضربتها في الكبة وزودت زيت واحدة واحدة، هي اللي خدوا مني نص كوباية الزيت بس. هنا الطحينه معايا بقت عامله ازاي. انا ضربتها في الكبه لما لقيتها خشنه، جبت الكبه بتاعه الخلاط اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط، طحنيها كويس جدا قبل ما تحطي الزيت لغايه ما تطلع الزيوت بتاعتها. وبعد كده هتديكي النتيجه اللي انت شايفاها ديت. هيكون معايا برطمان معقماه كويس جدا، وهنزل بيه بالطحينه. والله طحينه خطيره يا جماعه، خطيره، موفره جدا، ما عنديش هتشتريها تاني من بره. انتوا عارفين علبه الطحينه قد ايه. يا رب يكون الفيديو